السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. يلا بينا نعمل التحلية الجميلة البسيطة اللي مش هتاخد مننا وقت. أي فاكهة عندك، الفاكهة الموجودة عندك اعمليها، مفيش فاكهة مش مشكلة. معايا 3 كوبايات من الحليب أو اللبن، حطيت عليهم معلقتين من السكر ومعلقتين كبار هرميين من النشا، وقلبتهم حلو على البارد، وشوية فانيليا، وعندي بقى ايه، باكت من الكريم كراميل. الباكت بياخد كوبايتين حليب فانا حطيت 3 كوبايات، عشان كده حطيت معلقتين من النشا. ولو انت حاسه ان اللون بتاعه مش اصفر زي ما انت عايزاه، ممكن تحط اي لون طعام عندك هيخليه اصفر، بس لونه طلع جميل. وزي ما انتم شايفين قلبت كله على البارد وحطيته على البوتاجاز يربط، وحطيت بس ما جاتش اللقطه ديت، حطيت معلقتين من القشطه اللي هي بتبقى وش اللبن عشان اعزز الطعم شويه. جبت الطبق بتاعي، انا طبعا كان نفسي يبقى عندي اللي هو بيبقى مفرغ من جوه ده، بس مش عندي، قلت اتصرف. حطيت كوبايه وحطيت فيها ميه عشان تبقى تقيله وما تروحش لا يمين ولا شمال. لغايه كده حلو قوي. بس طبعا المفروض انا كنت حطيت طبقه خفيفه من الكريمه تحت والفاكهه في النص، مش في النص قوي يعني، بس عشان تمسك زياده. فلما تيجي تعمليها يا ريت تحطي طبقه خفيفه من تحت او طبقه جيلي، اكنك بتحط طبقه جيلي عشان تمسك. وكيس الكراميل ده بيجي مع الباكت، فرحت موزعه الفاكهه كده وهينزل تحت لوحده. عشان كده بقولك ممكن انت دي لو عملتيه، انا ان شاء الله ما عملت، انا هفرد طبقه من الكريمه تحت عشان يتماسك بسرعه. كده حلو قوي ماشيين. الكريمه عملناها ما خدتش حاجه وزي الفل عندك. عايزه تعززيها بكريم شانتيه بتعمل، بس الكريم كراميل طعمه حلو لوحده. نزلت زي ما انتوا شايفين بالطبقه النهائيه ديت، وممكن تقطعي بسكوت على الوش او تحطيه مع الفاكهه. هي افكار، واللي ايه متاح لكي اعملي. زي ما انتوا شايفين كده انا حطيتها بقى في التلاجة، بس ما صبرتش عليها. الكل عايز يدوق وانا ما صبرتش عليه. هي طلعت دلوقتي زي ما انتوا شايفين، يعني ايه، لمستها لقيتها جامده فطلعتها. فبسيس بقى الكوبايه بتاعتي ديت. الكوبايه دي كانت مجوفه، يعني لما تيجي تحط كوبايه حط كوبايه مسطحه علشان العصير بتاع الفاكهه ما يجيش تحتها. المهم طلعت بسلام زي ما انتوا شايفين كده. طبعا قلبتها، وبعد ما قلبتها حطيت عليها طبق تقديم بقى اللي هقدم فيه، وقلبتها لقيتها لسه من جوه ما ربطتش. بس بصراحة طلعت تحفة وطعمها لذيذ جدا. هذا خلها التلاجة تجمد تاني. يعني انا بقول لكم على الغلطة اللي انا وقعت فيها، انا قلت هي جمدت. زي ما انتم شايفين كده طعمها ما شاء الله، بجد بجد لذيذ، طعمة جدا جدا وبسيطة. ممكن تعمليها من غير كريم كراميل وبالمهلبية وتحط الفاكهة. أتمنى الفكرة تنال رضاكم، ما تقعوش في اللي أنا وقعت فيه، ومع السلامة.